في فرق كبير بين انك تزرع حوض وانك تبني مشهد. الاوردر ده اتسلم بالكامل ومفيهوش حاجة اسمها حط وخلاص. كل ورقة وكل جذع، كل طبقة معمولة بحساب. كل نبات في الحوض ده ليه وظيفة. الامازون محطوط في الخلف عشان يدي عمق، والكريبتون بيملى الفراغات بشكل كده هادي وناعم. الانوبياس حوالين الصخور علشان يربطوا الشكل كله ببعض. السجيتاريا في الأرض بتفرش كده لقدام كأنها سجادة في جنينة أو في حديقة أو في منظر خلاب. الهيدروكوتايل طالعة يعني خفيفة كده وبتدي لون رهيب. وأما الكومبوست ميني فمحطوطة في الأماكن الصغيرة عشان تكمل الصورة كاملة. كل حاجة هنا متقسمة بعناية، مش بنرمي كده زرع وخلاص. ده مش عرض زرع، ده بناء بصري توازن يمشي مع العين للقلب من غير ما تحس. كل نبات في مكانه الصح، كل درجة لون وليها دور، وكل ملمس بيحكي حاجة. قولنا بصراحة، لو الحوض ده في بيتك تسيبه شغال طول اليوم ولا هتقف قدامه كل ما تعدي؟ ده مش اوردر، دي تجربة كاملة.